كاين واحد الظاهرة خطيرة ولات كتنتشر بزاف، ولا اي واحد كيهضر في علم النفس كيشخص كيعطي نصائح غير حيت هو انسان، وكيبان ليه بلي هادشي كافي باش يفهم الانسان. وهنا كيجي غاستون باشلار الفيلسوف اللي قلب المفهوم ديال المعرفة، كيقول واحد الكلمة اللي خاصنا نفهموها مزيان: اكبر عدو للمعرفة هو المعرفة السهلة اللي جاية من حياتنا اليومية. باشلار كيشرح ان الانسان عنده واحد الوهم بانه كيفهم في الظواهر النفسية غير لانه كيعرف يعيش، كيغضب، كيفرح، كيتألم. ولكن هاد الشيء ماشي علم، هاد الشيء رأي. باشلار كيسمي هاد الوهم العقبة الإبستيمولوجية، يعني الحاجز اللي كيمنعك توصل للمعرفة العلمية. الناس اللي كيهضروا في علم النفس بلا تكوين، بلا دراسة، بلا فهم للدماغ ولا المناهج، هما بالضبط النموذج ديال العقبة. كيعطيك رأيه وكيسميه علم، كيعطيك تجربته وكيسميها حقيقة. وباشلار كيأكد الرأي لا يفكر. باش نفهموا الإنسان خاصنا القطيعة مع التفسيرات العفوية، ونرجعوا للعلم، المنهج والفكر اللي مبني على البرهان، ماشي على التجربة الشخصية، حيث التجربة كتعلمك على راسك، ولكن علم النفس كيعلمك على الإنسان.